فيلمنا النهاردة غير أي فيلم وهيخليك تكمل الفيديو لحد الآخر علشان تعرف تحل اللغز. فيلمنا بيبتدي بجين بيحلم بحلم غريب وبيقول لحد في الحلم إنه مش فاكر أي حاجة، وفي واحد قدامه بيقول له اقتله، وبيسمع صوت عالي في الحلم فبيتخض ويفوق من النوم. وأول ما بيفوق بيلاقي نفسه في عربية وجنبه مامته وقدامه أخوه باباه، فبيكون مش فاكرهم ومندهش لحد ما بيصحصح وبيفتكر إنهم بيعزلوا البيت جديد. ولما بيوصل البيت جين بيحس إنه دخل البيت ده قبل كده، بس بيتجاهل الإحساس ده فبيدخلوا البيت وبيجهزوه بيفضوا الشنط. جين بيبتدي يحكي لنا عن أخوه يو وإزاي هو متفوق في الدراسة وفي كل نواحي الحياة، وإنه واخده مثله الأعلى، وإن كل اللي حواليه معجبين بيه وبشخصيته. لكن للأسف من سنة واحدة بس أخوه عمل حادثة خلته يعرج وهو بيمشي، بس ده ما خلاش صورة يو تهتز أبدا في نظر عيلته وكل اللي يعرفوه. جين بيعلق نتيجة والتاريخ بيكون 17 مايو سنة 1997، ولما بيطلع الدور اللي فوق بيلاقي أوضة مقفولة، ولما بيسأل أخوه يو عن الأوضة فبيقول إن صاحب البيت القديم حاطط حاجته فيها وقافل عليها، وإنه اتوسل لباباهم إنه يسيبها مقفولة فباباهم بيوافق. وبكده جين هيضطر يقعد في نفس الأوضة مع أخوه ومش هيستقل بأوضة لوحده. ولما الليل بيجي جين بيكون سهران علشان يذاكر وموارب باب الأوضة، فبيسمع صوت غريب جاي من الأوضة المقفولة اللي في وش أوضتهم، فبيروح عند الأوضة وبيفتكر كلام باباه ومامته إنه ما يفتحش الأوضة دي أبدا، بس لسه هيفتحها بيلاقي أخوه جاي من وراه وبيسأله بيعمل إيه هنا. فجين بيقوله إنه بيسمع أصوات غريبة طالعة من الأوضة دي، فأخوه بيقرب ودنه من الأوضة ومش بيسمع حاجة، وبياخده ويخرجوا يتمشوا في المطرة. وبعد ما بيتمشوا شوية الأب بيتصل بيو وبيقوله إنه عايزه يجيب له ملف كان طالبه منه قبل كده، فيو بيقول لجين إنه يستنى مكانه 10 دقايق هيودي الملف ده لباباه ويرجع تاني. وهو في الطريق بيطلع على يو عربية مليانة رجالة بيضربوه وبيخطفوه، وهنا جين بيشوف أخوه بيتخطف وبيحاول ينقذه بس مش بيعرف، واللي بيقدر يعمله إنه بياخد أرقام العربية. تاني يوم الصبح جين بيقوم مخضوض من النوم على نفس الحلم وصوت الراجل اللي بيقول له اقتله، ولما بيفوق بيسأل مامته باباه عن يو فبيقولوا إنه لسه ما جاش من امبارح ولا حتى اتصل، وإن الشرطة جايين في الطريق علشان ياخدوا أقواله. ولما الشرطة بتيجي وبتاخد أقواله وبيقول لهم على أرقام لوحة العربية وإن لونها أسود ومقفولة، بيقولوا له إن الأرقام دي مش موجودة في البلد عندنا ولا حتى في عربيات سودا مقفولة في البلد، وبيشككوه في نفسه وفي قواه العقلية وإن ممكن يكون اتهيأ له بسبب أدوية الاكتئاب اللي بياخدها. لكن بيتنرفز عليهم، والأب بيقول لهم كفاية كده النهاردة عليه لأنه تعبان جدا. عدى 10 أيام على اختفاء يو وما كانش ليه أي أثر في أي مكان، وهنا بينام جين وبيحلم بنفس الحلم وبنفس الراجل اللي بيقول له نفس الكلام. ومرة واحدة لما بيقوم مخضوض كالعادة بيسمع أصوات جاية من الأوضة المقفولة وبتكون أصوات عالية جدا، وأكرة الباب بتتفتح من جوه، والباب بيتفتح ببطء. بيترعب وبيستخبى تحت البطانية من كتر خوفه، ولما بيرفع البطانية عن وشه بيلاقي واحدة بتصوت في وشه وبيطلع برضه ده حلم. فبيقوم مخضوض من النوم وبيلاقي مامته وباباه داخلين عليه الأوضة وبيكون معاهم أخوه يو في اليوم ال19 بعد خطفه، وما بيكونش فاكر أي حاجة حصلت له من ساعة يوم الخطف. ولما بيجيبوا له الدكتور بيقول لهم إن اللي عنده ده فقدان ذاكرة مؤقت للذكريات الأليمة، ومع الوقت هيرجع يفتكر كل حاجة حصلت. وبينام يوجين في نفس الأوضة من تاني، وجين بيسمع يو خرج في نص الليل، ولما بيصحى بيسأله عن سبب خروجه في نص الليل امبارح، فبيقوله إنه كان نايم جنبه طول الليل وما خرجش. هو كمان بيقوله إنه أكيد كان بيحلم. ولما بيمشي قدامه يو بيعرج برجله اليمين بدل الشمال، فلما بيسأله عن رجله بيقوله يا عم انت شكلك فاضي وانا ورايا مشاوير، وكمان بيقوله يرتاح شوية قبل ما مامته ترجع البيت. وبيعدي اليوم بسلام. ولما بيجي الليل جين بيقول ليو انه هيسهر لانه وراه مذاكرة كتيرة، فيو بيقوله انه لازم ينام علشان يعرف يصحى بدري. وفعلا بينام، وبعد شوية يو بيفوق وبيبقى لابس لبس خروج وبيلاقي جين نايم على المكتب. وهنا يو بيطلع سن القلم السنون قدام اخوه علشان لو بربش هو مغمض عينيه يبقى صاحي، لكن لو ما بربش بعينيه هيبقى نايم اكيد ويقدر يو يخرج براحته. لكن جين ما بربش، وبعد ما بيخرج يو بنلاقي ان جين كان عامل نفسه نايم وبيمشي ورا اخوه علشان يشوف رايح فين، فبيلاقي الاتنين اللي حققوا مع اخوه ساعه ما اخوه اختفى. لا ثواني، يعني اخوه طلع رئيس عصابه والاتنين دول من رجالته. ولما افتكر انه مخطوف ما كانش مخطوف ولا حاجه فضل يمشي وراهم علشان يفهم اللي بيحصل، بس للاسف الاتنين اللي كانوا عاملين نفسهم مباحث من الشرطه شافوه وفضلوا يجروا وراه بس ما عرفوش يمسكوه. ولما فكروا انه يهرب منهم لقى حد من وراه مسكه وخدره واغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي نفسه نايم على المكتب كأنه ما اتحركش من مكانه بالليل. وبيقولوا انت نمت هنا من امبارح. فجين بيتخض من اخوه وبيجري يدخل على الحمام وبيقول له انت وديت اخويا فين؟ انت مش اخويا، انا سمعت كل حاجه امبارح ومشيت وراك، وكمان عرفت انك رئيس عصابه ومش عارف انت عايز مني ايه. فيو حاول بيهديه من ورا باب الحمام
وبيقول له كل اللي انت بتقوله ده ما حصلش، وانه ما قامش من على السرير طول الليل. ولما بيفتح الباب يمسك في خناق اخوه، وبيقول له يو انا لا ركبت تاكسي امبارح ولا طلعت من باب الشقه. وبيسأل جين اخد الدواء ولا لا امبارح، فجين بيفتكر انه فعلا ما خدش الدواء امبارح، وانه ممكن يكون ده السبب اللي عمل له تهيؤات. فبيتأسف لاخوه بيدخل اوضته، ولما جين بيقعد على مكتبه بيلاقي سن القلم السنون بره القلم، وبيفتكر وهو بيتخانق مع اخوه وانه ما قالهوش ان شافه وهو بيركب التاكسي، فاتأكد ان اللي شافه ده كان حقيقه مش هلاوس. وبيروح جري على مامته وبيقول لها على كل اللي شافه وسمعه من اخوه. والام ما بتكونش مصدقه ومصدومه في ابنها، وكانت عايزه تبلغ ابوه باللي حصل، بس هو قال لها اصبري لو خرج تاني النهارده هاخدكم معايا ونمشي وراه. جيم بيصحى بالليل يشرب من المطبخ، فبيسمع مامته بتتكلم في التليفون وكمان بتقول ان المعتوه ده كشف حقيقتك وحكالي على كل حاجه شافها امبارح. وبتسمع صوت رجلين وراها، فبتقوم تشوف مين لكن ما بتلاقيش حد. فيو بيكون معاها على التليفون وبيقول لها اطلعي اتاكدي ان جين نايم فوق ولا لا. ساعتها جين بيجري وبيدخل اوضته من بره الشباك، والدنيا بتمطر عليه، فهدومه وشعره كلهم بيتبلوا في الميه. بس لما مامته بتدخل عليه بتلاقيه نايم، ولما بتشيل الغطا بتلاقيه مبلول، وكده بتتاكد انه ما كانش نايم. جين هيموت في جلده من الرعب وبيحاول يهرب وهو حافي، بس بابي يوقفه، وهو طبعا شاكك في كل اللي حواليه. ازاي عيلته اللي عاش معاها طول السنين دي تطلع بالشكل ده؟ ولو هو مش ابنهم ليه مربيينه طول الوقت ده؟ فبابا بيحاول يقنعه انه يهدى ويدخلوا يتكلموا جوه، بس جين بيقدر يهرب منهم وبيلاقي اسم الشرطة قدامه، فبيجري على هناك وبيدخل يبلغ عنهم. ولما بيدخل يقول لهم انه حاسس انه مخطوف من اهله، وان اللي عايش معاهم دول ربوه طول عمره وهما مش اهله. ولما الشرطة بيسألوا عن اسمه فبيقول له جين، وكمان عن عمره فبيقول له 21 سنة. لكن الشرطي بيقول له ازاي عندك 21 سنة وانت مولود سنة 77؟ فبيقول له فعلا انه مواليد سنة 77 وعنده 21 سنة. فبيضحكوا عليه وبيقولوا له ان احنا في سنة 2017، يعني ده معناه ان انت عمرك 41 سنة. جيم بيتصدم من الصدمة الأكبر، ولما بيبص في المراية بيلاقي ان ملامحه اتبدلت لملامح راجل في الأربعينات. فبيخرج من القسم وملامح الصدمة على وشه وما كانش فاهم أي حاجة، ورجع البيت تاني ولقاهم واقفين هما التلاتة، يو والأب والأم. ولما طلب منهم يفهموه ايه اللي بيحصل، فيو ابتدى يحكي له ان في نفس البيت اللي هما واقفين فيه حصلت جريمة قتل بشعة لأم وبنتها، والشرطة دورت على القاتل بس ما لقيتهوش. وبعد مرور السنين القضية اتقفلت على كده واتنست، بس أهل اللي اتقتلوا ما سكتوش وأجروا ناس بعيدة عن الشرطة علشان يحققوا في القضية من تاني. وبعد 4 سنين لقوا القاتل. وهنا بيجي مشهد الحلم اللي كان بيتكرر مع جين دايما، وصورة وصوت الراجل اللي بيقول له اقتله. الراجل اللي مربوط ده طلع هو جين، واللي بيؤمر واحد من رجالته ان يقتل جين ده واحد من اهل اللي اتقتلوا. ولما بيحاولوا يخلوا جين يعترف بجريمته ما بيعترفش وبينكر انه قتل حد، وشكله ما كانش بيكذب لدرجة ان اللي واقف قدامه صدقه. ولما الراجل اللي من اهل الضحية امر واحد من رجالته ان يقتل جين ما قتلوش، فالراجل اللي من اهل اللي اتقتلوا اما لقى ان مفيش حل قرر انه يستخدم طريقة تانية مع جين تساعده انه يفتكر اللي حصل. فجاب خبير في التنويم المغناطيسي وقال لهم ان جين عنده فقدان ذاكره للاحداث الاليمه اللي حصلت في حياته، وان هيرجعه للفتره اللي فاكرها قبل الحادثه وهنمثلها، وبعدين هيفتكر الحادثه واللي حصل ومين اللي حرضه على قتل الام وبنتها. وفعلا بيستعينوا بممثلين وبينيموه، واول ما بيصحى بيكون نايم مغناطيسي وفاكر انه في سنه 1997. وبيمثلوا مشهد الانتقال من البيت، واول ما بيوصلوا جين بيحس انه دخل البيت ده قبل كده، والاوضه اللي قالوا عليها انها مقفوله هي الأوضة اللي حصل فيها جريمة القتل. ولما طلعوا يتمشوا في المطرة حصلت حاجة عطلتهم، إن العربية السوداء اللي خطفت يو مش العصابة، ودي كانت عربية بوليس وقبضت عليه وعرفوا يخرجوه من الحبس بعد 19 يوم. وهنا جين فهم كل اللي كان بيحصل حواليه وأنكر برضه إن قتل حد. فيو أخده في عربية وكان رايح بيه على أهل الضحايا علشان يقول لهم إنه فشل في إنه يخليه يفتكر أي حاجة عن جريمة القتل. وهما في الطريق جين بيقدر يهرب منهم وبينط من العربية، والعربية بتعمل حادثة وهو مش فيها، بس من كتر صدمة جين ما بياخدش باله ان في عربية قدامه وبتخبطه وبيدخل المستشفى. وهما بيسعفوا جين بيفتكر كل اللي حصل زمان، وانه فعلا كان مع عيلته مامته وباباه واخوه، بس العربية بتتعطل وبيقفوا يصلحوها، وبيكون في ولد صغير بيقرب منه وبيلعب معاه فبيسيبه بيروح لعيلته. وبتكون وقتها مامة جين بتنادي عليه علشان يركب العربية بعد ما صلحوا العطل اللي فيها. وبعد ما بيركبوا العربية علشان يكملوا طريقهم للبيت الجديد العربية بتعمل حادثة بيهم، وبيفوق وهو في المستشفى وبيعرف ان باباه ومامته ماتوا واخوه لازم يعمل عملية في اسرع وقت، والعملية هتكلف مبلغ كبير جدا. وساعتها جيم بيدور على شغل في كل مكان بس للأسف ما بيتقبلش، وهنا بيحاول يدور على الانترنت على شغل ايا كان نوع الشغل ده ايه. ففي واحد بيتواصل معاه وبيعرض عليه فلوس كتير جدا مقابل انه يقتل ام وما يقربش ابدا من ولادها الاتنين.
جين بيتردد في الأول بس بعد كده بيوافق علشان ينقذ أخوه، ولما بيدخل البيت وهو معاه السكين علشان يقتل الست بتشوفه بتصوت وبيهديها وبيقول لها إنه كان في لحظة ضعف بس هو لا يمكن هيعمل كده، فبتسكت الست. لكن للأسف وهو ماشي بنت الست بتنزل من على السلم وبتشوفه وهو في ايده السكينة، فبتفضل تصوت وبيحاول يوقفها بس هي ما بتسكتش، وبيقول لها انه ماشي بس برضه ما بتسكتش. لكن للأسف وهو بيحاول يسكتها بيطعنها بالسكينة بالغلط، فالبنت بتموت وهو واقف مذهول. في نفس الوقت ده مامتها بتدخل عليه وبتلاقي بنتها ميتة فبتنهار، فبيقتلها علشان مش عارف يسكتها ازاي، وهو نازل ومش مصدق انه قتل 2 ستات ملهمش ذنب. بيلاقي قدامه ولد صغير وبيفتكر انه نفس الولد الصغير اللي قبله، وهما بينقلوا لبيتهم الجديد. فالولد بيسأله عن مامته واخته، فجين بيقوله انزل تحت البطانية وعد من 1 ل100 هتلاقيهم قدامك. الطفل الصغير بيعمل كده. جين وهو ماشي بيلاقي صورة العيلة كلها متعلقة على الحيطة، فبيعرف ان جوزها هو اللي كان عايز يقتلها وبيروح له. فلما بيسأله عملت كده ليه في مراتك، وقبل ما الراجل يجاوب بيلاقي ابنه الصغير بيتصل بيه وبيقوله ان لقى مامته واخته مرميين على الارض وكلهم دم وانه خايف جدا. ساعتها الراجل عرف ان جين ما قتلش بس مراته، لا ده كمان قتل مراته وابنه. ساعتها الراجل بينهار وبيقوله انه كان لازم يضحي بمراته وياخد فلوس التأمين اللي أمن بيها على حياتها من شهور علشان ما يفتقروش ويعرفوا يكملوا حياتهم بنفس المستوى الاجتماعي. بس جين بوظ كل خططه ودمر العيلة كلها، فالراجل قرر يقتله ويرميه من فوق السطح. بس اللي حصل ان الراجل هو اللي وقع من فوق السطح. جين حاول ينقذه بس للأسف ما عرفش. وهنا جين بيفوق وبيلاقي نفسه على سرير المستشفى، وبيلاقي قدامه واحد من أهل الضحايا وماسك في ايده حقنة وبيقوله انه هيريحه من العذاب ده كله ولسه هيحط له الحقنة في المحلول. لا جين بيقول له وصل لأهل الضحايا كلهم أسفي أنا آسف. فالولد بيبص له كده باستغراب. هو بيكتشف ان جين ذاكرته رجعت له، فبيقول له مين اللي حرضك على قتلهم، وان احنا شاكين ان الزوج هو اللي حرض على القتل لانه امن على مراته قبل الحادثه بشهور قليله. فجين بيعيط وبينفي ان الزوج هو اللي حرضه. فالولد بيعرف ان جين بيكذب بنظراته. هو بيقول له انت عارف انا مين؟ انا الولد اللي قلت له ادخل عد من 1 ل100 لما سألتك عن أختي وأمي بعد ما عيلتي ماتت. أهلي أخدوا ورثي ورموني في دار الأيتام واتمرمطت لحد ما كبرت وعرفت أجيب حقي منهم تاني. أنت دمرت حياتي وأبويا هو السبب. وهنا الولد بينهار وبيسيب جين وبيروح ينتحر وبيرمي نفسه من شباك المستشفى. وفي نفس الوقت جين بيقوم من على السرير وبياخد الحقنة اللي كان ماسكها الولد وهو كمان بينتحر. وبكده يكون فيلمنا خلص. أشوفكم في فيلم جديد.